منزلي الذي اشتريته ب5,000 يورو يزداد روعة يوما بعد يوم. حسنا، هناك بعض المشاكل. إنه يقع في وسط الغابة ولا يوجد طريق للوصول إليه. نعم، بالكاد يمكنك رؤية البلاط. لكننا في الجهة الخطأ. كيف نصل إلى هناك؟ رغم أن الأمر استغرق عدة أيام لتحديد موقع المنزل والوصول إليه، كنت مصمما على شق طريق. في اليوم التالي بينما كنت أعمل وحدي، جاء بعض الجيران الذين شاهدوا فيديوهاتي وعرضوا المساعدة. أحضروا جرارهم وبدأوا في فتح الطريق عميقا داخل الغابة، وقبل أن أدرك كانت العائلة بأكملها تشارك. مناشير كهربائية، خطاطيف، فؤوس. كان الأمر مذهلا ومرهقا. لا أستطيع وصف مدى امتناني لهذه العائلة التي خرجت لمساعدتي. لم يكن بإمكاني فعل ذلك بمفردي. الآن الطريق واضح وآمن. انظر كيف كان شكله من قبل والآن. اسمع، لا يزال أمامنا الكثير، لكني مندهش. يمكنك أن تراه بوضوح. الآن يمكنك رؤية المنزل. اضطررت بعدها للتعامل مع الداخل. شبكات العنكبوت، أشياء ميتة، روائح كريهة. كان علي التخلص من كل شيء. لم أرد المخاطرة بأي بكتيريا أو حيوانات قد تعيش في هذا الأثاث القديم، لذلك دفعته ببساطة من الشرفة. بعض القطع كان من السهل التخلص منها، والبعض الآخر أصعب، لكنني أنجزت الأمر. جيراني الجدد ساعدوني في إنزال الأشياء الكبيرة من الجبل. عرضت عليهم أن أدفع مقابل وقتهم، لكنهم رفضوا أخذ أي مال. هذه هي كرم الضيافة في البلقان، بل إنهم تسلقوا الجبل بأكمله ليحضروا لي بعض الحساء. بينما كنت أعدل هذا الفيديو، قمت بتنظيف المكان وتخلصت من العناكب وعقمت كل شيء. وها هي غرفتي الآن، مجرد سرير تخييم بسيط وكيس نوم. الشمس قد غربت، حان وقت قضاء أول ليلة هنا.